شيخنا أحسن الله إليكم، ما تعقيبكم حول النظرة المآلية للعلامة محمد علي فركوس لما قال: وسألوا العلماء شرقا لعلهم يظفرون بقول يدعم موقفهم أو تجريح في مصدر الفتوى ليخرجوا من ورطتهم، فلم يجدوا إلا رمي بالخارجية تنفيرا للناس عن الدعوة إلى الله بأسلوبها الصحيح، وكان ذلك بتفعيل وجوه الأولين بنفس الأدوات والأشخاص الذين زعموا أن بيدهم الداء والدواء والجرح والتهديد. هذا المقتطف كان من شهادة للتاريخ من الصفحة الثانية، مع ما حدث مؤخرا مع هذا الأدراري المدعو سالم مريدة، وبعض ما أدلى به المنكر في تلك الصوتية أو بعد انتشار تلكم الصوتية، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بدء لبدء أهم شيء يستفيده السلفي من مثل هذه الصوتيات، فهذه الصوتية كصوتية أخرى سابقة لأخينا أبي همام التبازي في مناقشته للملبس حين تبرأ من رمي الشيخ فركوس بالسرورية وأحال على كبيرهم كبير صعافقة الجزائر. فهذه الصوتيات وهذه الأحداث التي توالت بعد نصيحة الشيخ فركوس شهادة للتاريخ أعتبرها والعلم عند الله تعالى من نصرة الله عز وجل للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. فإن القاعدة أن الله تبارك وتعالى ينصر عبده بقدر نصرته لشريعته، فكلما نصر المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن العالم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة رب العالمين إلا ونصره الله تبارك وتعالى. وبضدها تتبين الأشياء، كلما خذل المسلم وطالب العلم فضلا عن العالم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته إلا وخذل وتخلف نصر الله تبارك وتعالى له. وهذه سنة كونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله جل وعلا نصر هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه، ونصر هذا الدين بالإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، ونصر هذا الدين بشيخ الإسلام ابن تيمية، ونصر هذا الدين بتلميذه ابن القيم، ونصر هذا الدين بالإمام محمد بن عبد الوهاب وبالإمام عبد الحميد بن باديس، ونصر هذا الدين بالإمام ابن باز والإمام الألباني، وينصر هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة الإمام الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، بالسنن الكونية وبالسنن الشرعية. بالسنن الشرعية وهي أدلة الكتاب والسنة واستمساك الشيخ بها، وبالسنن الكونية وما يخرج من تخطيط للقوم لضرب الشيخ ولإسقاطه وإلحاق الأذية به. وكم ظهر في الآونة الأخيرة من هذا النوع من التخطيط، كما أدلى بذلك صاحب قناة البصيرة حين اتصل به بعضهم يطلب منه إسقاط الشيخ فركوس حفظه الله والشيخ الإسلام حفظه الله. فهذه من نصرة الله تبارك وتعالى لهذا العالم حفظه الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي العبد أن يجعل همه نصرة دين الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يمكن له وينصره. وكان من كلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقد سئل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: أيهما خير، يمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وقرأ قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
ثم قال إن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فصبروا فمكن لهم. هذا أول ما يستفاد من مثل هذه الصوتيات. أيضا في هذه الصوتية أقل ما يقال فيها أن الذي أعمل فكره ونظره فإنه يصل إلى أن المقصود هو الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، فقد توصل في هذه الصوتية المسؤول إلى وجود تدليس وكذب وحرب على شخص الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا أقل ما يمكن أن يتوصل إليه لمن أعمل عقله ونظر بعين الإنصاف وتجرد للحق وابتعد عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء وأدوائها، خاصة وهو يرى هذا الأنموذج. فهذا الأنموذج الذي سأله متصدر للتدريس منذ مدة في الجنوب، ولاحظتم أنه عجز عن صياغة سؤال على طريقة صغار طلبة العلم. لو تذهب الآن في حلقة الشيخ فركوس أصغر طالب العلم يصيغ لك سؤالا يفهم منه المسؤول مقصود السائل، فهذا عجز عن صياغة سؤال على طريقة طلبة العلم، فضلا عن غياب مثل هذه المسألة عن مثله. هذا هو الصنف الذي صدروه لضرب وحرب الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. فأقل ما يتوصل إلى مثل هذه الصوتية أن المقصود هو الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وليست مسألة الإنكار العلني، لأن مسألة الإنكار العلني كلهم عن بكرة أبيهم من كبير الصعافقة إلى سفيههم إلى آخر واحد فيهم كلهم كانوا يثنون عليها ويجعلونها فتوى لا غبار عليها، وفيه من غرد ودافع عن هذه الفتوى وأنها راجح ومرجوح وأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد وإلى غير ذلك. لكن لما الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى لم تؤثر فيه عواصف العواطف وبقي على نصيحته التي خطتها أنامله في رسالة أو شهادة للتاريخ، حيث جمع فيها العلم والأدب، ونحسبه من المخلصين، فقد أدى حقوق الأخوة فناداهم باسم الأخوة فقال إلى إخواني، وبين مكانتهم في هذه الدعوة أنهم مشايخ ليس كأفراد الناس فيها، إلى إخواني مشايخ الدعوة، فنصحهم بإخلاص وبأخوة وبأدب، ثم بأسلوب كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من باب إياك أعني واسمع يا جار. فبدل أن يستجيبوا لهذه النصيحة وأن يصححوا مسارهم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي هذه الدعوة، حاربوا الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وما نقموا منه إلا أن نصحهم وبين لهم الحق وبين لهم المنهج السليم الذي ينبغي أن نسير عليه، وأن السنة تجمعنا كما أن هذه المخالفات تفرقنا. فبدل أن يشكروه ويسعوا إلى إصلاح أنفسهم قاموا بحرب الشيخ واستغلوا هذه الفتوى لإثارة الحرب على الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وأنه من السرورية، وهذا الذي لم يسلم له في هذه الصوتية، كما أنه لا يسلم لصاحب الجواب أيضا، لا يسلم له في مسألة الإنكار كثير من المسائل. الاستدلال باستفتاح الإمام على مسألة الإنكار العلني هذا غير صحيح، هذا استعمله بعض المشايخ وفقهم الله لتقريب المثال ولتقريب المعنى، وإلا فإن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وفتواه موسومة ومثبتة في موقعه
بجميع الردود على الانتقادات عليها. فالشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بنى هذه الفتوى على أدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار للصحابة رضي الله عنهم، كحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث علي بن أبي طالب، حديث إنكار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه، وإنكار عائشة رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. فهذه كلها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم عرض هذه الآثار بأقوال الأئمة كالقرطبي وابن جماعة والنووي وابن رجب وابن القيم، ومن المتأخرين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وابن عثيمين واللحيدان، والشيخ مقبل رحمه الله تبارك وتعالى، وسماحة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى الذي كتب 6 مقالات في هذا الموضوع. ولا يسلم لهم أيضا تغيير تسمية إنكار المنكر أو الإنكار بإظهار السنة. فالمصطلح الشرعي هو إنكار المنكر، والمصطلح الشرعي هو المنكر وليس إظهار السنة. وهذا استعملوه قديما، استعملوه قبل في من قال أنه إرشاد وليس إنكار، وفي من قال أنه بيان وليس إنكار، وفي من قال أنه مشاورة وليس إنكار، والآن يقولون هذا إظهار السنة وليس إنكار. وهذا مخالف للمصطلح الشرعي من ناحية، ولما درج عليه أئمة الإسلام، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في تحريق علي رضي الله عنه الزنادقة بالنار، قال وقد أنكره عليه ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء مع ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا أثبت هذه اللفظة الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم حين قال وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وأيضا مسألة الثناء على الطريف المزعومة، فالشيخ لم يعدو أن نقل يعني تخريجا وخدمة لحديث في باب الصيام للطريف، فأخذوه على أنه ثناء على الطريف ونصح به وإلى غير ذلك. ولو سرنا بهذه الطريقة ماذا نقول عن الذي حقق 7 رسائل لكبار الصوفية؟ وقد أنكر الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى على كبير الصعافقة عندنا مسألة هذه التحقيقات، ولم يقبل عذره في أن فيها مسائل طيبة وتستخرج إلى غير ذلك. فقال صوفية أكل عليهم الدهر والشرب والناس لا يعرفونهم، فقام فأخرج رسائلهم وعرفهم إلى الناس. ماذا نقول على هذا الفعل؟ ثم إن الرد على الطريف أو غيره يكون بالعلم، أخطأ في كذا وخالف في كذا وخالف في أصول السنة كذا وكذا، يكون بهذه الطريقة، لا يستدل بأنه مخالف بتوقيفه من التدريس أو من قبل ولاة الأمور وفقهم الله تبارك وتعالى. ولهذا الشيخ فركوس كما ذكرت في السؤال يعني نظر، وهذه نظرة مآلية، وأهل العلم كما قال غير واحد من أهل السلف أنهم ينظرون بنور الله، وأن الفتن إذا جاءت يراها العلماء، فإذا أدبرت علمها الناس جميعا. يعلم الشيخ فركوس حفظه الله أنهم يستندون في حربهم الباطلة ورميهم لشخصه بالخارجية والسرورية، يستندون إلى علماء من جهة المشرق ليجعلوها تكأ على هذا الأمر. وهذا الذي سعى فيه هذا سالم الله يهديه ويصحاله، هذا الذي سعى إليه. وإني أنصحه بأمرين ولا أطيل على أخي. الأمر الأول أنصحه أن يتقي الله عز وجل، ونحن في أيام فاضلات، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يستحضر المراقبة الإلهية. وهو نفسه كان يتبرأ من رمي الشيخ فركوس بالسرورية،
أنصحه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتوب إلى ربه وأن يؤوب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح ما أفسد، هذا خير له في دينه ودنياه ودعوته ولشخصه. أما إذا أراد الأخرى وأن يرضى بنفسه أن يكون معول هدم ولن يضر الشيخ شيئا بإذن الله تبارك وتعالى، إذا أراد أن يستخرج مزيد كلام في الشيخ أو مزيد طعن في الشيخ فلا يذهب إلى من شم العلم وخالط العلم، أنصحه أن يذهب إلى أهل السباب، وقد سبق وأن ذهبوا إليهم كهذا المصري عماد رفعت والقحطاني والشنقيطي صاحب الجير، والذي قال لهم إذا قال لكم في الكوس اللبن أبيض فلا تصدقوه ونحو ذلك. اذهب إلى هؤلاء ستستزيد منهم سبة وطعنا مجردا عن العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما علق عليه كبير الصرافقة فهذا أمر يعني متوقع منه، فهو يذهب مدة ثم يخرج بشيء من الكلمات من باب تلك الجروعات، من باب أنا موجود إلى غير ذلك، فهذه يعني كسابقاتها لا تغير شيئا، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحرك. وقوله أن الشيخ محمد بازمول تحفظ كرامته، نعم عند عبد المجيد جمعة كل الناس تحفظ كرامتهم، حتى أهل الصوفية الذين حقق رسائلهم بهذا الفعل هو يحفظ كرامتهم، ما عنده حتى إشكال إلا اسم واحد، محمد علي فركوس، هذا لا تحفظ كرامته وهذا خطر وكذا إلى غير ذلك، في صورة لم نرى مثلها في هذا العقوق والفجور في الخصومة والحقد على شخص الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. ولم ينقل منه إلا أنه نصحه برفق وبأدب كما أسلفت إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي هذه الدعوة السلفية المباركة. هذا الذي يحضرني تعليقا على ما تفضلت به، والعلم عند الله جل وعلا.